السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. معاكم مستر إبراهيم شعبان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله هنراجع درس مصر بين المماليك والعثمانيين، وهناخد النهاردة 50 سؤال على درس مصر بين المماليك والعثمانيين. ما تيجي نشوف السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول لي أكمل العبارات الآتية بما يناسبها. واحد، كانت عاصمة الدولة الصفوية. هي ايه عاصمة الدولة الصوفية؟ تبريز. بينما كانت عاصمة الدولة العثمانية أو الأستانة. اتنين، اتجه السلطان سيمي الأول في فتوحات مع بداية القرن الستاشر نحو ايه؟ هو السلطان سيمي الأول اتجه نحو ايه؟ اتجه نحو الشرق. خش على ثلاثة، أصبحت مصر ولاية عثمانية بعد معركة نقط عام 1517. آخر معركة كانت معايا معركة الريدانية. أربعة، تراوحت مدة بقاء الوالي العثماني في مصر ما بين من سنة 3 سنين كده الوالي. خمسة، عانى الفلاح المصري من ظلم نقط في جمع الضرائب من ظلم الملتزمين، وإن الملتزم لو بيجمع الضرائب 100 بيجمعها من المصري 500. خش على السؤال التاني، يقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع التصويب. واحد، تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة اكتشاف طريق رأس رجاء الصلح. أقوله صح، صواب. اتنين، تحطم الأسطول المملوكي في معركة دول البحرية عام 1509. صح. انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية العثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول. أقول لا، خطأ. انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية العثمانية بهزيمة الصفويين. أربعة، تجنب السلطان العثماني سليم الأول الصدام مع الدول الأوروبية. صواب. خمسة، هزمت جيوش تومنباي في معركة مرجدة. بقوله غلط، في معركة الريدانية. طب ستة، بعد فشل حركة علي بيك الكبير عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم الشيخ محمد أبو الدهر. أقول له صح. تم إرسال أمهر الصناع المصريين إلى عاصمة الدولة العثمانية. صح. اقتصرت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني على الصناعات اليدوية البسيطة. صح. تسعة، اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خلال الحكم العثماني بالتطور المصري. أقول له غلط، خطأ. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خلال الحكم العثماني بالجمود والتخلف. تعالوا نشوف السؤال الثالث عايز مني ايه. ركزوا معايا في الأسئلة دي. السؤال التالي، اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. احنا عايزين نكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي. واحد، دولة قامت في مصر والشام والحجاز وانتهت على يد الدولة العثمانية في عام 1517. هي ايه الدولة اللي كانت في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا دي؟ كانت الدولة المملوكية. اتنين، معركة انتصر فيها السلطان سليم الأول على الصفويين عام 1514. أقول له دي أول معركة معايا اسمها معركة جلدران. ثلاثة، معركة تحولت بعدها مصر إلى ولاية عثمانية. هي آخر معركة معايا وهي معركة الريدانية. نظام طبقة في الزراعة مع ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17. أقول له نظام الالتزام. خمسة، نظام جعل الأرض الزراعية ملكا للدولة العثمانية ممثلة في السلطان العثماني، ويتم تكليف الفلاحين بزراعتها. ده اسمه حق الانتفاع. حق الانتفاع. ستة، مدينة انتقل إليه أمر الصناع المصريين في العصر العثماني. أقول له الأستانة. بإذن الأستانة دي عاصمة الدولة العثمانية. تعال نشوف السؤال الرابع بيقول إيه. من هو؟ عايزين نعرف هو مين ده. واحد، هزم الصفويين في معركة جلدران عام 1514 ودخل عاصمتهم تبريز. أول السلطان سليم الأول. اتنين، قاد المماليك ضد العثمانيين في معركة مرجدابك عام 1516. أول السلطان قنصوة الغوري. تلاتة، قاد المماليك في معركة الريدانية عام 1517. أقول له تومان باي. أربعة، أعلن نفسه الحامل الوحيد للحرمين الشريفين. هو مين ده اللي أعلن نفسه الحامل الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي بعد استيلائه على أراضي الدولة المملوكية؟ أقول السلطان العثماني سليم الأول. تحالف مع الشيخ الظاهر العمر وصار الحاكم الفعلي لمصر عام 1768. هو مين ده؟ أقول له علي بك الكبير. ستة، انحاز السلطان العثماني وكان ذلك سببا في فشل حركة علي بك الكبير. أقول له محمد بك أبو الدهر. تعال نشوف السؤال الخامس بيقول إيه. بيقول لي بما تفسر.
السؤال الخامس بيقول لي بما تفسر. واحد، تدهور دولة المماليك اقتصاديا. أنا عندي كم حاجة؟ عندي اتنين. واحد، اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498. طب تاني حاجة ايه؟ تم تحطيم الأسطول المملوكي في معركة دول البحرية عام 1509. كما تعرضت لأزمات سياسية. قلنا أزمة يعني مشكلة سياسية، يعني داخليا في الحكم ذات نفسه. إيه اللي يخلي دولة المماليك تعرض لأزمات سياسية؟ واحد، اضطراب الأمن، مفيش أمن. الصراع المستمر بين المماليك على السلطة، كثرة الفتن والصراعات الداخلية مما أدى إلى ضعف قواتهم العسكرية. 3، اتجاه العثماني نحو الشام ومصر. ليه السلطان سليم الأول اتجه نحو الشام ومصر نحو الشرق وما اتجهش نحو الغرب؟ أول واحد، رغبة السلطان سليم الأول في توسيع ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق عن طريق مصر. طب هي اشمعنى مصر؟ لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. 2، أدرك السلطان سليم الأول خطورة الصدام مع الدول الأوروبية في ذلك الوقت، نظرا لتفوق هذه الدولة حضاريا وعسكريا على العثمانيين. حضاريا يعني في المباني وفي التنشيد، عسكريا في الإصلاح وفي الذخائر. ومن هنا كانت توجه ناحية الشرق لتحقيق السيطرة على المنطقة. 4، هزيمة الجيوش. ليه الجيش المملوكي اتهزم أمام الجيش العثماني؟ أقول بسبب التفوق العسكري للجيش العثماني. الجيش العثماني كان قوي جدا. التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. 2، عدم الاستقرار الداخلي، يعني مفيش أمن، عدم الاستقرار الداخلي والنزاع المستمر بين المماليك على السلطة. كان في نزاع دايما مستمر بين المماليك على السلطة. تعالى معايا على 5، حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه. يعني ايه في ثناياه؟ يعني في داخله عامل ضعف. ايه اللي يخلي نظام الحكم العثماني في ثناياه عامل ضعف؟ اول واحد، بسبب قصة مدة حكم الوالي. مش احنا قلنا الوالي بيقعد من سنة ل3 سنين؟ قصة مدة حكم الوالي التي تتراوح ما بين سنة و3 سنين. 2، زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. خش على 6، فشل حركة علي بيك الكبير. هي ليه فشلت حركة علي بيك الكبير؟ والله أقول بسبب انحياز محمد أبو الدهب للسلطان العثماني. بسبب إيه؟ انحياز محمد أبو الدهب للسلطان العثماني واتفاقه معه. طب 6. طب نخش على 7، التدخل الزراعي لمصر في عصر الدولة العثمانية. أقول والله واحد، معاناة الفلاح من كثرة الظلم. كان طبعا احنا مش قلنا الملتزم ايه؟ كان بيجمع الضرائب اكتر مما عليه المصري. يبقى معاناة الفلاح من كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية، وشدة تعسف وظلم الملتزمين في جمعهم للضرائب. 2، إهمال الطبقة الحاكمة لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. تعال نخش على 8، تدهور التجارة الخارجية لمصر في عصر الدولة العثمانية. أول واحد، تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس رجاء الصالح. 2، منح الدولة العثمانية الامتيازات، يعني تسهيلات للأجانب. الامتيازات الأجنبية هي الدول الأوروبية. يعني الأجنبي يجي، تعالى شوف أنت عايز إيه، عايز سيجارة إيه اللي أنت عايزها وأنا هديها لك. طب وابن البلد؟ لا، أنت ابن البلد أنت مالكش حاجة. دي اسمها امتيازات، يعني تسهيلات إلى الدول الأوروبية. 9، اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود والتخلف، بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. خش على السؤال السادس، ما النتائج المترتبة على اتجاه السلطان سليم الأول في توسعاته نحو الشرق؟ الإجابة، اصطدام عسكريا مع الدولة الصفوية، هزم الصفويين ودخل عاصمتهم تبريز بعد معركة جلدران. 2، الدولة المملوكية انتصر على المماليك واستولى على الشام ومصر. هزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيين. واحد، تحولت مصر من دولة مستقلة إلى مجرد ولاية من ولايات الدولة العثمانية. مش احنا قلنا مصر كانت قلب العالم الإسلامي؟ انتقال خلافة العالم الإسلامية الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية. 3، إعلان السلطان سليم الأول نفسه الحامي الوحيد لحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي. 4، سيطرة العثمانيين على العالم العربي من الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. خش على 3، فشلت حركة علي بيك الكبير. فشلت حركة علي بيك الكبير. أقول له بسبب الإجابة، عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم الشيخ محمد أبو الدهب. فشلت حركة علي بيك الكبير بسبب عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم الشيخ محمد بك أبو الدهب. السؤال السابع، ماذا كان يحدث إذا لم تتحول تجارة الشرق إلى طريق رأس رجاء الصالح؟ أقول له عدم تدهور التجارة الخارجية لمصر.
عدم التجارة عدم تدهور التجارة الخارجية لمصر. 2. انتصرت مومباي في معركة الريدانية عام 1517. أقول له عندي كم حاجة. 1 عدم تحول مصر إلى ولاية عثمانية. 2 عدم انتهاء دولة المماليك. طب هنيجي على 3. ظل محمد أبو الدهب على ولاء لعلي بك الكبير. نجاح هنا الإجابة نجاح حركة علي بك الكبير واستمراره كحاكم فعلي لمصر. انتهاء الحكم العثماني لمصر. انتهى الحكم العثماني لمصر. السؤال الثامن، ما رأيك فيه؟ عايزين ناخد بقى رأيك انت بقى. عايزين رأيك انت. نظام الالتزام الذي طبقته الدولة العثمانية في منتصف القرن ال17. أقول له الإجابة تسبب هذا النظام في معاناة الفلاح شعانة من كثرة الضرائب المفروضة على الأرضية الزراعية وشدة تعصب وظلم الملتزمين في جمعها، مما أدى إلى تدهور الزراعة. إلى تدهور الزراعة. 2. إيه رأيك في إرسال أمهر الصناع للأستانة أثناء الحكم العثماني؟ هقول له تسبب إرسال أمهر الصناع للأستانة في تدهور الصناعة، حيث كانت الصناعات يدوية وبسيطة ورديئة. نخش على السؤال التاسع. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة. 1. معاناة الفلاح المصري أثناء الحكم العثماني. قل له حيث كانت الأرض الزراعية ملكا للدولة ممثلة في السلطان العثماني، وكان الفلاح ينتفع بزراعتها وليس له حق في التصرف فيها. 2. عانى الفلاح من كثرة الضرب على المفروضة على الأراضي الزراعية وشدة التعسف وظلم الملتزمين في جمعها. 3. أهملت الطبقة الحاكمة تنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. 2. انقسم المجتمع المصري في عهد العثماني إلى طبقتين. واحد طبقة الحكام. طبقة الحكام دي هي بقى اللي لها كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة. إذا 1. طبقة الحكام كان لها كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش، وتركز في أيدي كل من الأتراك والمماليك. دي طبقة الحكام، ودول عاشوا في عزلة عن البلاد، يعني ما عاشوا في عزلة كده عن المجتمع بتاعنا. 2. طبقة المحكومين، وكانت تنقسم إلى طبقة وسطى محدودة من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار. طبقة دونهم والأكثرية بقى تقدم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس، وقد عانت هذه الطبقة الفقر والظلم وتفشي الأبواب والأمراض. دي بقى اللي تعبت. دي الطبقة دي هي اللي تعبانة دايما. تقدم الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الناس، وقد عانت هذه الطبقة الفقر والظلم وتفشي الأبواب والأمراض. 3. اتسمت الحالة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف. طب ليه؟ بسبب العزلة التي فرضها العثمانيين على البلاد، وقد أدى ذلك إلى 1. اهتزاز مكانة الأزهر العلمية. خلاص اهتزاز مكانة الأزهر، ولا يعمل هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضة. خلاص ما فيش لا كليات طب ولا هندسة ولا أي كليات من دي خالص أو طبعا، ولكن هناك اهتمام بالعلوم الشرعية. أنا كان مهتم بس في الفقه والحديث والتفسير. 2. تدهورت الحياة الأدبية. 3. انتشر الدجل والشعوذة والخرافات وشعاع الجهل. يبقى 1. اهتزاز مكانة الأزهر العلمية، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية أو الطبيعية، ولكن هناك اهتمام بالعلوم الشرعية مثل الفقه والحديث والتفسير. تدهورت الحياة الأدبية، ختم في الشعر. انتشر الدجل والشعوذة وخرافات وشعر الجهل. السؤال العاشر، قارن بين معركة مارجدابوك ومعركة الريدان من حيث الأسباب والنتائج. هنقول الإجابة أوجه المقارنة. الأسباب: معركة مارجدابوك ومعركة الريدانية. الأسباب: استيلاء السلطان سليم على إمارة ذي القادر المملوكية. كده اتجاه السلطان سليم الأول إلى مصر. 1. انتصار العثمانيين وهزيمة المماليك. ده اتجاه العثمانيين سليم الأول إلى مصر. 1. دي معركة مارجدابوك. كده أوجه المقارنة بين المعركتين. الأسباب هم دول الاثنين: استيلاء السلطان سليم الأول على إمارة ذي القدر المملوكية، واتجاه السلطان العثماني إلى مصر. ليه اتجاه السلطان العثماني إلى مصر؟ ما النتائج الأعلى؟ اتجاه السلطان سليم الأول إلى مصر، انتصار العثمانيين وهزيمة المماليك، أصبحت الشام ولاية عثمانية. هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين ودخولهم القاهرة، أصبحت مصر ولاية عثمانية وانتهاء دولة المماليك. أصبحت مصر ولاية عثمانية انتهاء دولة المماليك. كده اتجاه السلطان سليم الأول إلى مصر. 1. كده احنا دي معركة دي معركة مارجدابوك، انتصار العثمانيين وهزيمة المماليك، أصبحت الشام ولاية عثمانية.
نخش على معركة الريدانية. هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين ودخولهم القاهرة، أصبحت مصر ولاية عثمانية، انتهاء الدولتين المماليك. خش على آخر سؤال معايا. آخر سؤال معايا، رتب الأحداث الآتية من القديم إلى الحديث. معركة جلدران، معركة الريدانية، معركة مرجدبة، حركة علي بك الكبير. أول معركة معايا معركة إيه؟ معركة جلدران. تاني معركة معركة مرجدبة. تالت معركة معركة الريدانية. آخر معركة معركة إيه؟ آخر حاجة حركة علي بك الكبير. جايز أول معركة معركة إيه؟ جلدران.